أيسلندا هي جزيرة مستقلة في الشمال الأطلسي، بتجمع ما بين الهدوء الطبيعي وعنفوان البراكين. ليه أيسلندا واحدة من أكتر الأماكن اللي بتشد المسافرين؟ هتعرف دلوقتي إن البلد دي مش بس منظر خلاب، لكن ليها تاريخ غني وثقافة مليانة قصص وعادات قديمة بتخليك تحس وكأنك في عالم تاني. أيسلندا هي جزيرة مستقلة في شمال المحيط الأطلسي، وهي واحدة من أكتر الدول انعزالاً على مستوى العالم، بمساحتها اللي بتوصل 103 ألف كيلومتر مربع، وبتجمع ما بين مساحات مفتوحة وتضاريس متنوعة من جبال وأنهار وبراكين خام. مع عدد سكانها اللي بيقارب 375 نسمة، أغلبهم بيعيشوا في العاصمة ريكاياكيف. أيسلندا بتتمتع بكثافة سكانية منخفضة، أغلبيتهم من الأصلنديين اللي ليهم أصول نرويجية، وكمان عندهم علاقة قريبة بالطبيعة اللي حواليهم. أيسلندا تأسست من حوالي 1000 سنة لما جم المستوطنين الإسكندنافيين، وكانت على مر السنين جزء من الدنمارك قبل ما تستقل سنة 1944. الشعب الأيسلندي حافظ على هويته وثقافته رغم كل التغيرات اللي حصلت في العالم. الأيسلنديين عندهم عادات فريدة زي حبهم للاحتفالات بالظواهر الطبيعية، زي يوم منتصف الشتاء واحتفاليات منتصف الصيف. كمان الأكل التقليدي عندهم بيضمن أطباق زي لحم الخروف المدخن والسمك المجفف. أيسلندا مليانة بأماكن مذهلة زي شلال جون فوس، ومشهورة كمان بحماماتها الطبيعية الدافية وسط المناظر البركانية زي فانتان جون كول اللي يعتبر أكبر نهر جليدي في أوروبا. ريكايافيك العاصمة والمدينة الأهم من حيث الأنشطة الثقافية والعمارية. أكورياري بتعتبر مركز الشمال وبتشتهر بجمالها الطبيعي الهادي وأنشطتها الرياضية الشتوية. أيسلندا مشهورة بكونها موطن للحيتان اللي بتزور سواحلها خلال الفصول المعينة، وبتعتبر واحدة من أفضل الأماكن لرؤية الدلافين وكمان طائر الباثان الجميل اللي بيعيش في المناطق الساحلية. مفيش جيش في أيسلندا، وده بيخليها واحدة من الدول اللي معروفة بالسلمية. فصول السنة فيها غريبة شوية، في الصيف النهار بيطول ل20 ساعة تقريبا، وفي الشتاء ساعات الليل بتكون أطول جدا. لو عايز تجربة سياحية غير تقليدية وتبعد عن الزحمة والضوضاء، يبقى أيسلندا المكان اللي يستحق. الجمال الطبيعي فيها يخليك تفكر في قوة الطبيعة وعظمتها، ودي تجربة هتفضل فاكرها طول حياتك. شكرا ليكم.